بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد رسم المثلث بمعلومية 3 حالات. الحالة الأولى رسم المثلث بمعلومية أطوال أضلاع. هيديك ال3 أضلاع ويقول لك ارسم المثلث. أو مرة تانية يقول لك إيه رسم مثلث بمعلومية طولي ضلعين وزاوية محصورة ما بينهم. هيديك طول ضلعين وزاوية محصورة ما بينهم وهنشوف هنرسمها إزاي. والحالة الثالثة رسم مثلث بمعلومية قياس زاويتين وطول الضلع المرسوم بين رأسيهما. زاويتين وضلع واصل ما بينهم. هنشوف كل حالة بتقول ايه. بسم الله ونبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أول مسألة بيقول لي ارسم المثلث ABC. ال AB فيه بكام سنتي؟ ب 6 سنتي. وال BC بكام؟ ب5. وال AC بكام؟ ب3. أول حاجة هتعملها إن أنا أرسم ضلع منهم كقاعدة. قاعدة كده في الأرض. تمام ولا مش تمام؟ آخد ده قاعدة ولا ده قاعدة ولا ده قاعدة براحتي. آخد الضلع اللي أنا عايزه براحتي. تعال ناخد الكبير وخلاص نخليه ايه؟ هو القاعده، ماشي؟ فاقوم جاي انا هرسم هنا اهو. نجيب المسطره والقلم. فين القلم يا مستر؟ كله بقى معايا. بصوا يا مستر. انا قلنا خلاص احنا هناخد الضلع الكبير ده ان احنا نعمله هو ايه؟ القاعده، صح؟ هو من كام لكام يا ولاد؟ طوله كام؟ طوله 6، طوله كام؟ 6. هيبقى ناخد الكبير ده. يبقى الاي بي بكام يا ولاد؟ ب6. اه يا مستر. من اول الصفر لحد مين؟ ال6 زي ما اتفقنا. ادي يا مستر من صفر لكام؟ ل6. هل دي فيها مشكلة؟ ده الايه؟ بي. ادي يا مستر ايه؟ بي. وطولها كام يا ولاد؟ 6 سم. ماشي يا مستر. طب احنا كده رسمنا الاولاني اللي هو مين؟ الاي بي، صح ولا مش صح؟ رسمنا الاي بي خلاص. ده ب5 وده ب3. ارسمهم ازاي يا مستر؟ هل هترسم بالمسطره 5 سم و3 سم؟ لا. برسم الضلعين التانيين بالبرجل. يعني ازاي يا مستر برسمهم بالبرجل؟ بص معايا. انا دلوقتي عايز ارسم الضلع اللي اسمه ايه؟ بي سي. عايز ارسم الضلع اللي اسمه بي سي. ارسم يا مستر البي سي ازاي؟ ركزي بس معايا وما ترسميش الا في الاخر عشان تفهمي مفيش ايه حاجه تفوت. هرسم البي سي. البي سي اللي هو بكام دلوقتي؟ ب5 سم، صح ولا مش صح؟ ركزي معايا. هفتح البرجل فتحه طولها 5 سم. طب افتحها ازاي يا مستر؟ افتحها على المسطره. افتحها على المسطره. مسطرتك بتبقى واقفه قدامك تحت كده مثلا ساندة على اي حاجه، ماشي؟ ركز كده معايا. تبقى ساندة على كشكولك وانت اللي بتفتح البرجل بايدك من اول الصفر لحد الكام؟ ال5. هفتح كده اهو البرجل اهو من صفر لحد الكام يا ولاد؟ لحد ال5. ادي يا مستر من صفر لحد ال5. بتثبت كده دي قدامك اهو. بص افتح دي زياده شويه. انا وقفت ده عند مين يا ولاد؟ عند الصفر. واقوم قافل لحد ال5 اهو. يبقى كده من كام لكام يا ولاد؟ ها؟ من صفر ل5. من صفر لكام؟ ل5. ده اسمها ايه؟ بي سي. بي سي من صفر لكام؟ ل5. البرجل هو ثابت ولا قفلته ولا فتحته؟ انا فاتحه فتحه كام؟ 5 سم عشان ارسم مين يا ولاد؟ ها؟ بي سي. هل اروح اقف عند الايه؟ يبقى انا بتغابى. لان دي اسمها ايه؟ بي سي. هقف عند البي. يلا يا مستر وقفنا بسن البرجل عند نقطة مين؟ البي. وقمنا واخدين قوس من فوق كده. تمام ولا مش تمام؟ ما اروحش الناحية التانية واعمل. لان دي 5. انما الاي سي بكام؟ الاي سي قدامك بكام؟ يبقى انا رسمت يا مستر ابو 5 وعملت القوس بتاع الكام؟ ال5. عايز اعمل القوس بتاع مين؟ ال3. قلت له ايه؟ ايه؟ عايزه ايه؟ مش هي؟ امال انت اللي بتتكلمي؟ عايزه ايه يا بنت؟ ماشي. يبقى انا رسمت اول حاجه القاعده اللي ب6 اهي، صح ولا مش صح؟ انا بقول من الاول اهو. رسمت اول حاجه القاعده اللي بكام؟ اللي ب6 بالمسطره. الاثنين التانيين بالايه؟ بالبرجل. اول واحد طوله كام؟ 5 سم. قمت فاتح على البرجل كام؟ 5. وقمت واقف عند نقطه البي وقمت واخد كام؟ 5. الضلع اللي بعده اي سي. هنقف عند نقطة الاي بس نفتح فتحة قد ايه؟ يلا نفتح فتحة 3 سم. كنت ماسك اهو البرجل والمسطرة. يلا هفتح فتحة قد ايه يا ولاد؟ طولها كام؟ 3. قمت واقف اهو يا مستر عند الصفر. واقف عند مين؟ عند الصفر. واقفل بايدي اهو يا بنتي، شايفة كده؟ واقف عند الصفر. واقفل بالبرجل لحد نقطة الكام؟ ال3 اهو يا مستر. وقفت عند الصفر وقمت قافل بالبرجل لحد نقطة ال3. طبعا انت قدامك هتكون الكراسة بتاعتك ثابتة. انا هنا ساند على السبورة اهو. يبقى ده من كام لكام يا ولاد؟ من صفر لكام؟
بتلاتة. اقوم جايب الكشكول بقى بتاعي تاني ونروح نقف عند نقطة مين؟ الاي. هنقف عند نقطة الاي لانها اسمها اي سي. وقفت عند نقطة الاي بالظبط وقمت واخد كوس. وقمت واخد ايه؟ كوس. قطعوا بعض ولا ما قطعوش بعض؟ قطعوا بعض. هات القلم والرصاص. قطعوا بعض فين يا مستر؟ لمسوا بعض هنا، بس انت المفروض تبقى تطول القوسين شويه عشان يلمسوا بعض كويس، تمام كده؟ لمسوا بعض هنا، دي كده نقطة السي، دي كده نقطة مين؟ سي. يلا وصلهم بعض بالمسطرة. هات المسطرة. يلا. هنوصل ده بده وهنوصل ده بده. البي سي اللي هو كان طوله كام؟ 5 سم. والاي سي اللي هو كان طوله كام؟ 3 سم. انا كده رسمت المثلث ده. يبقى انا عشان ارسم المثلث بمعلوميه 3 اضلاع بعمل ايه؟ باخد الكبير مثلا منهم ارسمه كايه؟ قاعده. باخد الكبير ارسمه ايه؟ قاعده. مش شرط الكبير، ممكن اي واحد فيهم. خدت الكبير رسمته ايه؟ قاعده. الضلعين التانيين برسمهم بالايه؟ بالبرجل. يبقى واحد فيهم بالمسطره واثنين بالايه؟ واحد فيهم بايه؟ انت ما بتردش عليا ليه؟ واحد بايه؟ واحد واثنين بايه؟ واحد بالبرجل واثنين بالمسطره. واحد بالمسطره واثنين بالبرجل. الاولاني الكبير ارسمه بالمسطره واثنين بالايه؟ بالبرجل. واحد بالمسطره واثنين بالايه؟ مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ اختار اي واحد فيهم. يبقى تاني كده انا رسمت الاي بي بكام؟ ب6. ده رسمته بالايه؟ بالمسطره. الاثنين التانيين ارسمهم بالايه؟ بالبرجل. فتحت البي سي فتحه قد ايه بالبرجل؟ 5. وقمت واقف عند البي واخد كوس. وفتحت الاي سي فتحه قد ايه؟ 3. وقمت واخد كوس. الاثنين لمسوا بعض هنا فقمت موصل. هو ده كده المثلث. في مشكله في الكلام ده؟ هنرسم مع بعض حالا كلنا، بس انا بشرحه لك وبثبته لك بس الاول. هنطلع ونعمل كل حاجه بس الاول ركز بقى معايا بلاش الهبل ده. يلا. النوع الثاني قلبت الصفحه. تعال يا مستر نرسم النوع الثاني. بيقول لي ارسم المثلث اي بي سي حيث الاي بي بكام؟ ب5. والبي سي بكام؟ 4. وزاويه الاي بي سي بكام؟ تعال نرسم اول واحد. بص كده معايا. بص معايا. الضلع الاولاني ده تعال نرسمه هو القاعده. تعال نرسمه هو مين؟ القاعده. واحده واحده. كله بس معايا. هرسم الضلع الاولاني ده يكون هو القاعده بتاعتي. وارسمه بالايه؟ ها؟ بالمسطره. يلا نرسم بالمسطره. انت جاي ماسك القلم الرصاص والمسطره. يلا يا شباب. طولها كام؟ 5. يلا. قمت واقف هنا عند الصفر وعامل نقطة، وهنا عند مين؟ عند ال5 وعامل نقطة. ده اللي هو مين؟ اي بي. يبقى اي بي طولها كام سم؟ 5 سم. بعد كده يا مستر ايه اللي عندك؟ جاي بيقول لي والبي سي بكام؟ ب4. سيب البي سي ده دلوقتي. تعال نرسم الزاوية الأول. تعال نرسم الزاوية الأول. عايز نرسم الزاوية. الزاوية بنرسمها بالإيه؟ بالمنقلة. فين الزاوية يا مستر اللي حضرتك هترسمها؟ الزاوية اللي في النص. اللي هي زاوية مين اللي في النص؟ زاوية البي. هنروح نقف عند مين؟ هنروح نقف عند مين؟ ونقيسها كام درجة؟ 70. هنروح عند البي ونقيس كام؟ 70. يبقى احنا هنحتاج منقلة. هنحتاج منقلة. كله بقى معايا. اروح اقف. امسك المسطرة دلوقتي. اروح اقف عند الايه ولا اروح اقف عند البي؟ عند البي. اشمعنى؟ عشان هي اللي في النص، صح ولا مش صح؟ رحت وقفت عند زاوية البي. تمام ولا مش تمام؟ وقفت اهو عندها. واقيس من اول الصفر. اهم حاجة الصفر يكون معدود زي ما اتفقنا. اقيس من على اليمين ولا من على الشمال؟ من على الشمال، لان بقيت الرسمة على الشمال. اروح اقيس من الفاضي ليه؟ اقيس من جوه مش من بره. انا واقف عند البي فالرسمة على شمالي، يبقى انا بعد من على شمال. بعد من اول الزاوية رقم كام؟ 0. 0 10 20 30 40 وهكذا. يلا نعد مع بعض. القلم الرصاص. كله معايا يا شباب. زاوية البي كام درجة؟ انا واقف عند زاوية البي ايه؟ على المركز بالظبط اهو. واقيس كام؟ 70. يلا عد معايا. 0 10 20 30 40 50 60 70. عند ال70 وقمت عامل نقطة.
عند ال 70 قمت عامل نقطه. فاكر لما قلت لك وتقوم موصلها بشعاع كبير كده اهو، الحصه اللي فاتت لما قلنا عليها وصلتها بشعاع كبير، صح ولا مش صح؟ يبقى الزاويه اللي جوه دي بقت بكام دلوقتي؟ ب 70 درجه. ماشي يا مستر، هو عايز ايه بقى بعد كده؟ البي سي طوله بكام؟ البي سي طوله بكام؟ بيبقى في ضلع بالمسطره، واكيد التاني لازم يكون بالايه؟ بالبرجل. يبقى انا هفتح البي سي فتحه قد ايه؟ 4. يبقى يا مستر البي سي طولها كام؟ 4. النقطه دي مش نقطه السي، لسه السي واقفه على بعد كام؟ 4. يبقى بي سي طولها كام؟ هفتح البرجل الفتحه بتاعتي قد ايه؟ يلا انا عايز البرجل يتفتح فتحه 4 سم. ماسك البرجل، المسطره فين؟ مسطره، هات المسطره. مش عايز حاجه. اهي المسطره برضه هنا اهي، بس عشان ما تتلخبطوش هات المسطره العاديه. يلا معايا؟ يلا هفتح البرجل فتحه قد ايه؟ انت ركزي معايا، ركزي معايا. افتح البرجل فتحه 4 سم. هشتمك حالا بس بعد الفيديو. يلا يا حنين معايا. قمت فاتح واقف عند الصفر اهو، صح؟ وقف ايدي لحد الاربعه، قمت قافل 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 لحد نقطه الكام؟ الاربعه. بقى من كام لكام دلوقتي؟ من صفر لحد الاربعه بالظبط اهو، صح ولا مش صح؟ يبقى انا فتحت البرجل فتحه قد ايه؟ 4 سم. يلا قوم جاي رايح واقف هنا. مستر لما تيجي تلف الاربعه هيقف عند الايه ولا اقف عند البي؟ ما تبص على الضلع، الضلع اسمه بي سي، ما جابش سيره الايه خالص. وهقف عند البي. يلا بقف عند البي. يلا وقفنا يا مستر عند نقطه البي بالظبط، وقمنا واخدين كويس. النقطه اللي قطعها فيه هي دي نقطه السي. النقطه اللي قطعها فيه دي نقطه الايه؟ يبقى يا مستر النقطه اللي هنا دي كده دي نقطه السي. يلا وصل لي النقطه دي بنقطه ايه؟ هات المسطره وصل دي بنقطه الايه. يلا يبقى انا كده رسمت الاضلاع بتاعتي. في مشكله في الكلام ده؟ في مشكله؟ يبقى الضلع اي بي ده بكام؟ ها؟ ب5. والضلع بي سي ده بكام؟ ب4. لو عايز تجيب الاي سي اقف بالمسطره عليه من صفر لحد كذا وقيس وشوف هيطلع بكام. هل دي فيها مشكله؟ هتقف بالاي سي من اول عليه كده من اول الصفر لحد كذا، شوف هو بكام واكتب لو طلبوا منك. اتفقنا؟ المساله اللي بعدها النوع الاخير. رسمتها معايا تمام؟ يلا تعال نشوف النوع الاخير. يلا نسمي الله ونبدا. حاضر انا هرسم بيه. حاضر يلا نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرسمه الاخيره رسم مثلث بمعلوميه قياس زاويتين وطول الضلع المرسوم. جاي بيقول لي ارسم المثلث اي بي سي. طبعا احنا قلنا ده ان هنسميه الايه؟ القاعده، والقاعده بنعمله بالايه؟ بالمسطره، صح ولا مش صح؟ يبقى القاعده نعملها بالايه؟ ده اسهل حاجه. قمنا عاملين القاعده بتاعتنا بالمسطره. فين القلم الرصاص؟ حاضر. يلا هنقيس قد ايه يا مستر؟ كام؟ هنقيس قد ايه يا جنات؟ 5 سم. ادي يا مستر هنا كده لحد ال5 اهو. يبقى ده الضلع اللي اسمه ايه؟ اي بي. يبقى اي بي بتساوي كام؟ 5 سم. طب بعد كده يا مستر ايه اللي حصل؟ قال لي ان زاويه الاي بكام؟ بتقولوا بقى معايا زاويه الاي بكام؟ زاويه الاي بكام؟ اقوم جايب المنقله اقف عند مين؟ الاي ولا البي؟ الاي. الاي ب 90. اقف عند زاويه الاي بالمركز وعلى زاويه الاي، بس المسطره ما تبقاش مايله كده، لازم الخط اللي تحت بتاع الصفر يكون على الخط نفسه. قمت عادلها كده عشان خط الصفر يكون على الخط نفسه. اقيس بقى منين؟ اقيس من بره ولا من جوه الرسمه كده؟ ما هو انا واقف عند نقطه الاي، يبقى انا اقيس من جوه من عند البي. تمام ولا مش تمام؟ هتقيس لي زاويه قياسها كام؟ ها؟ يلا عد معايا. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90. ادي يا مستر ال 90. وقوم طالع بشعاع لفوق كده، شعاع طويل شويه كده. تمام ولا مش تمام؟ ماشي؟ تمام. طب زاوية البي يا مستر بكام؟ ب 40. هنقف عند زاوية مين؟ البي.
يلا روح اقف بالمنقله عند نقطه البي. رحنا يا مستر وقفنا عند البي، بس لازم الصفر يكون على الخط بالظبط زي ما احنا واقفين كده. اتفقنا؟ كده احنا واقفين بالظبط عليها اهو. هقيس منين؟ من جوه، ما انا واقف عند البي يبقى قيس من ناحيه الاي، تمام ولا مش تمام؟ يلا قلت لي هتقيس ده وقياسها كام؟ ها؟ 40. يلا 0 10 20 30 40. ادي يا مستر ال 40 هنا اهي. وقوم عامل شعاع بيمر بيهم من البي وبيمر بيها. بص يا حبيبي يا اللي بتسأل على الساعة يا حلوف متخلف. يا مستر وقفوا هنا اهو، صح ولا مش صح؟ نقطة التقاطع بتاعتهم دي نقطة السي. نقطة التقاطع بتاعتهم دي نقطة الايه؟ يبقى زاوية الايه كانت بكام درجة؟ ب 90. وزاوية البي كانت بكام؟ ب 40. طبعا احنا عارفين ان مجموع المثلث كله ب 180. 180 شيل منهم 90 و40 يبقى كام؟ 50. ولو مش عارف قيسها بالمنقلة، لا ب 50. تمام ولا مش تمام؟ عايز اطوال الاضلاع قيسهم بالمسطرة. واقف هما بكام؟ تمام؟ هل دي فيها مشكلة؟ رسمت المثلث ده يا رنا؟ تمام. رنا ما شاء الله ايه؟ رسمت معانا الرسومات كلها. الرسمة الأخيرة والرسمة اللي قبلها والرسمة اللي قبلها. طب ما انا رسمت اللي انا تمام؟ هل دي فيها مشكلة؟ فيها مشكلة مع حد؟ تمام؟